تفتكر ايه افضل وانسب لابتوب للمبادره؟ ناس كتير بتسالنا عن اللابتوب يبقى مناسب للمبادره وتعلم البرمجه على منصه مصر الرقميه او اي سكول، واحنا بنعمل الفيديو ده لان لقينا للاسف ناس كتير بتطلع ترشح اجهزه مش مناسبه للمبادره وتعلم البرمجه خالص، زي اجهزه بمعالج بنتيوم او اي 3 جيل قديم، ودي مش هتفيدك خالص في المبادره. علشان تاخد جهاز مناسب للمبادره لازم يكون على الاقل زي ما المسؤولين عن المبادره بيقولوا يكون بمعالج كور اي 5 جيل سابع او احدث، او معالج رايزن 5 جيل تاني او احدث، وده زي ما هم كاتبين دي مواصفات ارشاديه لطلبه المستوى الاول فقط. يعني ابنك بعد ما يعدي المستوى الاول بنسبه كبيره هيحتاج يعلي عن كده. فلو انت فعلا عايز تبدا معاه بالمستوى الاول باجهزه بنفس متطلبات المبادره، فانا وفرت لك اجهزه ممتازه جدا بمعالج كور اي 5 من الجيل السابع تبدا معاك من اول 7777، ولو تقدر تعلي عن كده فممكن تجيب اجهزه من الجيل العاشر والجيل ال11 زي 5310 والجيل العاشر اكس 360، وكمان 5320 كور اي 5 من الجيل ال11، ودول هتلاقيهم في رينج ال 12000 جنيه. ولو محتاج لابتوب يكون بمعالج رايزن وكمان يكون معدن بالكامل، فبدل ما تجيب لابتوب بمعالج رايزن 5 من الجيل الثاني زي ما هو مكتوب في المبادره، انا وفرت لك لابتوب اقوى منه بمعالج رايزن 7 3700 وكمان بكارت شاشه 2 جيجا وكمان معدن بالكامل، هيبقى ممتاز جدا معاك، وده هتلاقيه في رينج 11500 جنيه. وكمان اللابتوب الاقوى اتش بي اليت بوك 845 جي 8 بمعالج رايزن 5 5650 يو، وده هتلاقيه في رينج 13000 جنيه. فالقرار يرجع لك، عايز تبدا بالاجهزه المناسبه للمستوى الاول وبعد كده تعلي فده تمام، او عايز تبدا من دلوقتي وتجيب حاجه عاليه تفرق معاك في كذا مستوى قدام، فده انسب قرار. واحنا معاك برضه لو محتاج اي مساعده في اختيار اللابتوب المناسب للمبادره، اكتب لنا مبادره في الكومنتات وهنتواصل معاك بكل الاجهزه المناسبه ليك على حسب ميزانيتك. تارجت ستور، اختيارك الصح بيبدا من هنا.